بالنسبه للرجال اللي كيقولوا لعيالاتهم واكله شاربه اش خاصك، ايديك يا اخي راه ما عندكش بقره في الدار. لا مالك انت واكله شاربه اش خاصك. سمحوا لي كنت سارح شي غنم داكشي علاش. نرجعوا لموضوعنا. قلت لك يا اخي راه ما عندكش البقره في الدار ولا الغنم باش تقول لها واكله شاربه اش خاصك. راه عندك انسانه، امراه الله عز وجل جعل لها قيمه كبيره جدا، وانت كتقول لها واكله شاربه. راه كاين بعض النساء اللي كيكونوا في دار والديهم واكلين شاربين احسن من العيشه اللي عايشه معاك بالاف الدرجات. وكلة ديسير يوميا، وكلة ضانون بيمو، خارجه لابسه اغلى الملابس وساكنه في اجمل المنازل، وقررات نازلات تسكن معاك انت على قد الحال. علاش؟ غير باش تكون الاسره ديالها ودير وليداتها معاك وتمشيو بعيد وصابره معاك، وتجي انت في الاخير تقول لها واكله شاربه اش خصك. خصها الاهتمام، خصها الحنان، خصها الموده، خصها الرحمه، خصك تهتم بها، خصك تقول لها كلمه طيبه، خصك يعني تخفف عليها في الحالات اللي كتكون عليها ضيقه، وهكذا. يعني وجعل بينكم موده ورحمه. راه الله عز وجل جعل للمراه قيمه كبيره جدا يا اخي، والزوجه ديالك راه هي اللي غتبقى معاك حتى تدفنك ولا تدفنها. كنهضر على الصالحات دائما في المقاطع ديالي، كنهضر على النساء الصالحات. فالله المستعان يا اخي. كيف قلت لك راه ما عندكش بقره في الدار، عندك انسانه، وكنتمنى الرساله توصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.